يعني الراجل قاعد على اعصابه النهارده وبيحقق هدف في الدقيقه 96، هدف غالي جدا. مبروك يا ميدو. الله يبارك فيك يا كريم، شكرا وسلام يا كابتن وليد وكابتن طارق. الله يخليك. مبروك يا كابتن. مبروك يا ميدو. احساسك ايه؟ قول لي بقى قبل الهدف، وانا عارف يعني كان وضع صعب جدا وشفتك وانت قاعد على الدكه وضغط غير طبيعي. لا طبعا هو درس ان لازم كل فرقه تلعب لغايه اخر دقيقه، والحمد لله النهارده اللعيبه يعني كانت رجاله وكان عندهم اصرار كبير جدا ان هم يرجعوا للقاء، وطبعا يعني كرم ربنا اكتر من اي حاجه. انا شايف النهارده ان احنا نستاهل المكسب رغم الاخطاء اللي كانت عندنا. صعدنا المباراه على نفسنا بكره ثابته. الراجل ناطط من وسط الناس عندنا، ناطط بكل حريه، حطها وصعب الماتش علينا. لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نتعادل، والشوط الثاني طبعا كان كنا احنا متسيدين وكله. عايز اقول ان في بعض الاوقات لما فرقه بتلعب ب 10 لعيبه، في بعض الاوقات الماتش بيبقى اصعب، لان يعني بيدي دافع اكبر للفرقه اللي قدامك ان هي تعمل كثافه دفاعيه. لكن الحمد لله احنا عملنا يعني كل التغييرات الممكنه اللي نقدر ان احنا نرجع بيها للماتش مره ثانيه، لغايه في الاخر يعني ان انا نزلت يوسف اوباما مكان صلاح سليمان بالظبط، ودخلت عبد الشافي سردباك جوه سنه، ودخلت عمر جابر جوه شويه بحيث ان احنا نحمي فتح الله ما يبقاش واحد على واحد لوحده، واللعيب اللي ناحيته الكوره ان هو يتقدم. يعني لو عمر اللي ناحيته الكوره، عمر هو اللي يزيد وعبد الشافي يضم يبقى سردباك، ولو الكوره من ناحيه عبد الشافي هو اللي يزيد وعمر هو اللي يبقى سردباك. لان احنا بالنسبه لنا في الاخر كنت عايز انزل يوسف، بس كان السؤال الصعب بالنسبه لي اللي انا كان لازم اجاوب عليه مكان مين. أيوة. يعني احنا كنا عارفين ان احنا لازم التغيير الثالث يبقى يوسف، لكن مكان مين يعني كان بالنسبه لي صعب جدا ان انا اطلع محمد ابراهيم او حازم او احمد علي، لان كنا محتاجينهم في الثلث الاخراني. فكان الحل الوحيد ان انا اطلع حد من السردباكات، والحمد لله فعلا كان تغيير يعني اعتقد ان هو كان موفق بشكل كبير. موفق، وفي نفس الوقت انت يعني كانت تغييرات هجوميه الثلاثه، احمد جعفر ويوسف وعمر، انت لعبته باك رايت عشان تدي حريه لحازم امام في الثلث الهجومي من ناحيه اليمين. وبرضه يا ميدو يعني اسمح لي، انا النهارده كان عاجبني احمد جعفر، تحس ان في مهاجم تقيل جوه ال 18، في محطه، في ولد بيروح على كل كوره وبيقدر ياخدها بدماغه، رغم ان كان في تكتل من فريق التليفونات. احمد جعفر النهارده قبل المباراه كان في قعده طويله بيني وبينه، شرحت له بالظبط انا زعلان منه ليه في الفتره اللي فاتت، وهو فاهم الكلام ده كويس جدا. لو طلعت النهارده احمد جعفر اللي نزل غير احمد جعفر اللي نزل في المباراه اللي فاتت، لعيب تاني خالص. ما خلي بالك انت نفسيا لما بتقدر تخرجه وتحسسه انت زعلان ليه وتديله الاسباب دي، تفرق مع اللعيب في الملعب طبعا. وده واحنا عارفين ان العامل النفسي طبعا مهم جدا، لذلك انا على طول بيبقى عندي جلسات فرديه مع اللعيبه. النهارده انا الاول خدت قرار من 48 ساعه ان انا هشرك احمد جعفر معايا في القايمه في الماتش، وفعلا لعبته 45 دقيقه او 50 دقيقه في مباراه وديه من 48 ساعه. أيوة. وقلت له بعد المباراه ان انا يعني هلاعبك في الشوط الثاني، الماتش الجاي لازم تبقى جاهز، بس لازم تنزل بشكل مختلف عن الماتشات اللي فاتت اللي انت نزلتها، لازم يبقى عندك اصرار ان انت نازل تكسب الفرقه. وجعفر النهارده كان ليه دور ايجابي كبير بالظبط، او دور مهم في المكسب. ميدو يعني بصراحه كده قول لي، كنت بتفكر في ايه قبل ما الزمالك يعني يحرز الهدف الثاني والمباراه ماشيه 1-1 وخلاص في الوقت الضايع؟ كنت بتفكر في ايه؟ لا يعني انا بفكر ان احنا هنجيب جول ازاي يعني احنا ما نفقدش الامل ابدا، بنفضل عندنا اصرار لغايه اخر دقيقه. هو ده اللي احنا اتربينا عليه في نادي الزمالك، وهو ده اللي احنا اتربينا عليه في الانديه الكبيره، انك تفضل تحارب لغايه اخر دقيقه، ان انت يعني تحاول كل المحاولات ان انت تكسب. قلنا كده على فكره. الحمد لله النهارده يعني انا مبسوط برضو ليوسف جدا. انه ولد من الولد بينزل ما شاء الله، يعني كل ما بتديله الثقه او بتلعبه بيكافئك على طول. تاني مره اهو، تاني او ثالث كمان. هو يوسف امامه بالذات تاني مره يجيب جون، جاب في الحضري اللي في دجله، ودي الماتش ده اهداف يعني بالظبط فيها حاس مهمه جدا. وتغيير موفق، يعني حتى انت باحساسك برضو باللعيب يا ميدو ان انت يعني بتوصل اللعيب لفورمه نفسيه يقدر يتعامل مع المباراه في اشد الاوقات. يعني انا في اعتقادي وفي تقديري الشخصي المباراه دي اهم مباراه ليك في الموسم،
واهم تغيير ليك في الموسم، برغم ان انت غيرت تغييرات كتيره يعني موفقه قبل كده، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان النهارده اهم مباراه ليك واهم تغيير ليك. بالظبط. بص يا كابتن طارق، انا طبعا بشكرك، انا بس عايز اقول حاجه اكد. خلي بالك الكلام ده كابتن طارق وكابتن وليد قالوه كمان قبل انت ما تخش، يعني مش عشان انت معانا على الهوا. لا انا عارف طبعا. انا عايز اقول حاجه. انا يعني ما اعرفش الكلام ده ينفع يتقال في التلفزيون ولا لا، لكن انا عنصري شويه من ناحيه ولاد النادي. يعني انا ولاد النادي دول بالنسبه لي يعني كانهم ولادي، فدايما بيبقى عندي الاصرار، او عندي دايما الاختيار الاول ان انا عايز ولاد النادي هم اللي يبقوا موجودين. ايوه، لان انا مقتنع اقتناع تام ان لا هينتشل نادي الزمالك من المكان اللي هو فيه هو ولاد نادي الزمالك، سواء على مستوى اللاعبين او مستوى الاداريين او مستوى المدربين. فدايما بحاول ادي ثقه للولاد الصغيره، سواء يوسف، سواء عمر اسماعيل يوسف، سواء عبد الرحمن، سواء ياسر ابراهيم، سواء مصطفى، كل الولاد اللي طالعه من تحت. دايما انا حاسس ان هم دول اللي هيبقى ليهم دور في عوده نادي الزمالك مره ثانيه للمكان اللي هو المفروض يبقى موجود فيه. وعلى فكره انا بقول نفس الكلام ده كله بالنسبه للانديه الكبيره، حتى في النادي الاهلي، في الانديه كلها الجماهيريه اللي عندها شعبيه، ولاد النادي دايما والولاد اللي طالعين من مدرسه الكوره بيبقى عندهم الاساسيات ومتربيين على المكسب، متربيين. احنا واحنا صغيرين واحنا في نادي الزمالك اتربينا ان احنا ما فيش اي حاجه نفهمها في حياتنا الا ان احنا نكسب فقط. كنا لما بنتعادل مع النادي الاهلي اكبر، يعني من اكبر المنافسين لينا، بنروح البيت نعيط ان احنا متعادلين. هو ده الثقافه اللي احنا اتربينا فيها. وصدقني يا كريم، في الاوقات الحاسمه ثقافه المكسب اللي انت متربي عليها بتفرق بشكل كبير جدا. عشان كده انا النهارده كنت سعيد ان احد ابناء نادي الزمالك واحد ابناء قطاع الناشئين وولد من وهو عنده 9 سنين 8 سنين في نادي الزمالك قدر ان هو يحرز هدف الفوز زي ما كان طارق اكد. طيب ميدو، شايف فرص الزمالك يعني عامله ايه بالنسبه لبقيه الفرق، الاسماعيلي والشرطه وبتروجيت؟ شايف مين اللي ممكن يصعد لدوري تحديد البطل من الاربع فرق؟ انا اتسالت من اسبوعين يا كريم السؤال ده، وقلت ان اعتقد ان المباراه الاخيره او الاسبوع الاخير هو اللي هيحدد مين اللي هيصعد. الاسماعيلي وبتروجيت والزمالك والشرطه. انا اللي يهمني حاجه واحده يا كريم، ان انا دلوقتي الصعود في ايديا مش في ايد غيري. صح. يعني في فرق كبير جدا ان انت بتنافس ومستني حد يتعثر عشان انت تصعد، انما احنا الحمد لله بنتائج النهارده نكسب الماتشين اللي جايين، نصعد سواء ايا كانت ايه النتائج بتاعه الفرق المنافسه لينا. وهو هي دي النقطه المهمه جدا بالنسبه لنا. النهارده لو كنا اتعادلنا كنا هنستنى نشوف يا ترى بتروجيت هيتعادل مع الاسماعيلي ولا الشرطه هيتعادل مع كذا. لا، احنا النهارده المكسب الفوز في ايدينا، ودي نقطه مهمه جدا ان انت اللي متحكم في مستقبلك، يعني انت اللي متحكم في مصيرك. بالظبط. مبروك يا ميدو، بالتوفيق ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، ومبروك لنادي الزمالك والجهاز الفني والمجلس الاداره واللاعبين على الفوز النهارده.